السلام عليكم. بغينا نبداو لكم الحلقه الاولى بواحد الموضوع اللي ما كاينش ما مريتش به، وحتى اللي ما مريتش به عنده واحد من عائلته مريض به. ما خلى الكبير ما خلى الصغير كيعيش في ستريس، ما كيخليكش تمشى مرتاح، ما كيخليكش تنعس مرتاح. بلاش كعرفتوه. كاين اللي كيسميه بوزلوم، كاين اللي كيسميه عرق نسا، وكاين اللي كيسميه سياتيك. هادشي علاش بغينا نسولو الدكتوره ساميه باش تقول لنا شنو هو هاد السياتيك ومنين جاي. ودابا خليكم معنا باش نعرفوا هاد السياسيك اللي مبرسطانا كاملين منين كتجي. كما كتشوفوا معايا هنايا هذا هو العمود الفقري ديالنا. الوغ بالنسبه للسياتيك غادي نهضروا غير على التحت ديال الظهر، لا بارتي ديال لومبير او ساكري. دونك هاد النيره الفواركي ولا لو نير سياتيك هو اللي غادي يجينا من واحد لو روغروبمون ديال بزاف ديال لي نير اللي غادي يخرجوا لينا من ال 4 ال 5 ال اس 1 ال اس 2 ال اس 3 باش يتجمعوا ويعطيونا واحد لو نير اللي هو كبير غادي يدوز لينا من المورا ديال الرجل ديالنا ويوصل لينا حتى للصبعان. بالنسبه للسياتيك تقدر تقيس اي واحد، ولكن كاين واحد العوامل اللي غادي يزيدوا لينا من الخطر انها تجينا. وما بين هاد العوامل عندك الطبيعه ديال الخدمه ديالك. يعني مثلا تقدر تكون كتسوق الطاكسي ولا الشاحنه ولا شي حاجه ولا خدام في ان بيرو. هادشي غادي يخليك خاصك تبقى جالس نهار كامل. وكاين عاوتاني الناس اللي الخدمه ديالهم هي انهم يهزوا الثقل، وفي ديك الخدمه تيقدروا ما يتحناوش مزيان باش يهزوا لينا داك الثقل، وهادشي تيقدر يعطينا هاد السياتيك. وكما عندنا عاوتاني لوبيزيتي ولا الزياده في الوزن. يعني الزياده في الوزن غيترتب عندها تكون عندك كرش شويه خارجه، وهذا عامل كبير لبزاف ديال الامراض وما بينهم السياتيك.